اهلا بيكم في قناة لمسة من ايديكي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير المشلتت في البيت، مش هنشتريه من بره، وهيطلع احلى من الجاهز 100 مرة وبأقل كمية زبدة. هنعمل كيلو دقيق هيطلعوا 4 فطاير، وهنستخدم اقل من 200 جرام زبدة. ايوه، اقل من 200 جرام زبدة. وهنشوف مع بعض ازاي جوه الفيديو عملنا بكمية الدهون القليلة دي. ومعانا كوباية هنحط فيها نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، وهننزل عليهم بمية من الحنفية، يعني مش دافية ولا حاجة، لان احنا مش هنضيف خميرة للمكونات، فمش هنحتاج مية دافية، مية من الحنفية عادي. وهنقلبهم كويس. ومعانا هنا كيلو من الدقيق، هنضيف عليه المحلول اللي احنا عملناه، وهنبتدي نخلط وبعد كده نعجن. طبعا هنحتاج مية، فكل ما نحتاج مية هنضيف واحدة واحدة لغاية ما توصل عندنا عجينة متماسكة. عايزة اقول لكم ان انا ليه عملت الخطوة الاولانية، انا دوبت الملح والسكر في المية الاول علشان يدوبوا كويس ويتوزعوا كويس في العجينة. تمام. هنبتدي نخلط كويس او نعجن كويس لغاية ما نوصل لقوام عجينة مثالي هنشوفه مع بعض بعد العجن. طبعا انا يعني هنزل العجينة على الرخامة عشان ابتدي اعجنها كويس. هفضل اعجن فيها لمدة 10 دقايق لغاية ما توصل عندي للقوام ده. هتبقى ناعمة وقوامها حلو. هحطها في كيس بلاستيك عادي وهسيبها تستريح 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق هبتدي افتح الكيس وهنزل العجينة منه. هنزلها في البولة اللي انا عجنت فيها. وعايزه اقول لكم ان العجينه بعد ما بتستريح بتبقى طريه وجميله جدا وبتمط وبتبقى في منتهى الجمال. هبتدي برضو اشيلها كده من البولة واظبطها بايدي علشان ابتدي هقسمها كور صغيرة كده زي ما احنا شايفين، واحطها في صينية. الصينية دي مدهونة، يا اما تدهنيها زيت يا اما تدهنيها اي نوع سمنة علب عادي. انا دهنتها سمنة علب. وهكور العجينة كده واحاول اخلي كل كورة قد التانية، يعني عدد الكور تكون حجمها قد بعضه. وابتدي ارصها زي ما احنا شايفين كده في الصينية اللي مدهونة بالزيت او السمنة. وبرده بعد لما اخلص خالص هبتدي احط على وش الكور دي برضو زيت او سمنة حسب ما هتستعملي. انا زي ما قلت لكم استعملت سمنة علب، اي نوع طبعا سمنة بتفضليه او يكون موجود عندك. وحطيت على الوش عشان العجينة ما تنشفش، لاني هسيبها تاني 10 دقايق كمان تستريح او ربع ساعة. كل ما نسيب العجينة وقت اطول تستريح كل ما يكون افضل، بس طبعا مش اكتر من ربع ساعة، هي 10 دقايق كفاية جدا. هبتدي بقى افضي الرخامة زي ما احنا شايفين، الرخامة نظيفة ومغسولة وناشفة. هبتدي احط على الرخامة برضو الزيت او السمنة اللي انت هتستخدميهم، وهاخد كورة كورة احط على وشها برضو كده المادة الدهنية اللي هستخدمها، وهبتدي افرد فيها. وانا بفرد فيها الاقيها سهلة جدا في الفرد عشان مستريحة، وشايفين بتمط وتفرد معايا ازاي. وابتدي ارفع فيها زي ما احنا شايفين نعمل بالشكل ده، بتبتدي تبقى رقيقة وحلوة جدا جدا. بجد الفطير مشلتت في البيت يعني سهل جدا جدا، ما فيهوش اي تعقيد. واحنا بنفرد لو العجينة بتاعتنا اتقطعت ما نخافش. وادي 200 جرام اللي احنا شايفينهم زي ما شايفينهم كده. هبتدي اخد واحدة وابتدي ادهن اول كورة فردتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وابتدي احط عليها كلها، وهبتدي اتني برضو بالطريقة اللي احنا شايفينها، وهدهن برضو زبدة. لازم مع كل تانية هدهن زبدة علشان الفطير في الاخر يبقى مورق ويعمل لي طبقات رقيقة ومورق وجميل زي اللي بنشتريه من بره واحسن كمان صدقوني. وهنبتدي نطبق تاني بالشكل ده. وزي ما قلت لكم لما تفردوا العجينة وتتقطع منكم ما تقلقوش خالص خالص وتقولوا دي باظت واتقطعت والكلام ده ومش هننفع. لا، الكلام ده ما تحطوش في بالكم خالص، والكلام ده كله هيتدارى جوه العجينة. واحنا بنعمل لما بنفرد العجينة وبنطبقها وبنحط بين الطبقات زبدة وبنرجع نفردها في الاخر كل ده ما بيبانش. بعد ما حطينا الاولانية في الطبق زي ما احنا شفنا هنبتدي نفرد واحدة كمان بنفس الطريقة على الرخامة بالشكل ده. شايفين بتتفرد سهلة جدا جدا.
انتوا بس اتبعوا كل الخطوات وهيطلع معاكم الفطير في منتهى الجمال. هنحط زبدة زي ما احنا شايفين بنفس الخطوات اللي عملناها قبل كده، ونبتدي نفرد بايدينا برضو كده، ونحط الاولانية اللي احنا عملناها في النص ونبتدي نقفل عليها برضو. وزي ما شايفين عايزة اوريكم ان العجينة لما فردناها يعني رقيقة قوي، انا بس حبيت اوريكم انها رقيقة جدا، صوابعي كانت باينة. وبنطبق تاني بالشكل ده ونحط زبدة برضو. عايزة اقول لكم ان الزبدة اللي انا استخدمتها دي مش زبدة مستوردة، مش نيوزيلاند يعني ولا اي نوع مستورد، زبدة مصري عادي، لان طبعا احنا عارفين ان الاسعار كلها غالية، فبنحاول نقتصد على قد ما نقدر ونعمل برضو في نفس الوقت حاجة حلوة وكويسة وزي بتاعت بره واحسن كمان. هنبتدي نفرد بقى تالت كورة كده معانا بالشكل ده بنفس الشكل وبنفس الطريقة. وكل ما تقعد العجينة تستريح اكتر كل ما تفرد معاكي وتمط وتبقى احسن، وكمان ما تتقطعش منك. لكن لو اتقطعت زي ما قلتلك مفيش اي مشكلة خالص. انا هعمل كل فطيرة 3 رقات. انا عملت رقين في الاول وده التالت، او 3 طبقات، دي الطبقة التالتة. هبتدي احط بقى الطبقتين اللي انا عملتهم في الاول واطبق برضو بنفس الطريقة واحط زبدة. كمان عايزة اقول لكم ان الزبدة دي كمان خفيفة جدا جدا ومش بتبقى دسمة قوي، وطعمها كمان جميل وبتدي نفس النتيجة. لو انتوا وصلتوا معايا للدقيقة دي يا حبايبي اتمنى تعملوا لايك للفيديو. زي ما بقول لكم كل مرة اللايك ده مهم جدا، بيرفع الفيديو وبينشره لعدد اكبر من المشاهدين. بعد ما خلصت ال3 طبقات هبتدي احطهم في صينية كده مدهونة برضو، وبعد كده ابتدي اعمل 3 طبقات غيرهم، يعني تاني فطيرة. احنا خلاص عملنا اول فطيرة وحطيناها في صينية، هنبتدي نعمل تاني فطيرة بنفس الطريقة برضو وبنفس الخطوات اللي احنا عملناها في الاول. هنفرد زي ما احنا شايفين ونحط زبدة ونتني ونحط زبدة. يعني فطير مشلتت ده سهل جدا، مش محتاج اي تعقيد ولا في اي صعوبة. كتير مننا بيحب الفطير المشلتت وكمان بيحتار في ان هو ياكل ايه في الغدا ياكل ايه في العشاء، لان ساعات بنزهق من الاكل، فبنحتاج ان احنا نتغدى مثلا فطير مشلتت او نتعشى فطير مشلتت مع طبعا اي نوع جبن حادقه مع عسل ابيض عسل اسود. فبيبقى حلو جدا وتغيير وبيبقى مستحب جدا، يعني كل الناس تقريبا بتحب الفطير. ما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا لايك زي ما قلت لكم، واتمنى اللي ما اشتركش في القناه يعمل اشتراك، يدوس على كلمه الاشتراك الموجوده تحت الفيديو ويدوس على الجرس اللي موجود جنب كلمه الاشتراك ويدوس على الكل علشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد. كتير قوي بيشتكي لي بيقول احنا ما بيجيلناش اشعارات، هما ما بيبقوش مفعلين جرس الاشعارات. فبتمنى ان انتوا تدوسوا على الجرس وتدوسوا على الكل عشان لما بنزل اي وصفه جديده يجيلكوا بيها اشعار. ولو انتم مفعلين جرس الاشعارات وما بيجيلكوش برضو اشعار، يا ريت تلغوا الاشتراك وترجعوا تشتركوا من اول وجديد وتفعلوا جرس الاشعارات من اول وجديد عشان يجيلكم اشعار. اتمنى كمان لو ليكوا اي سؤال او عجبتكم الوصفة او الطريقة او ليكوا اي سؤال في الفطير او في اي وصفة تاني انا عملتها على القناة، او تحبوا اعمل لكم اي حاجة تطلبوها مني، يا ريت تكتبوها لي في التعليقات، هكون مبسوطة جدا جدا بتعليقاتكم وبأسئلتكم كمان. دي تاني واحدة ابتدي احطها في صينية برضو زي ما حطيت الاولانية واعمل بقية الكمية بنفس الشكل. وبعد ما خلصت الكمية كلها انا جبت اول واحدة عملتها بعد ما استريحت خالص وهبتدي افرد فيها بالشكل ده. طبعا عبال ما عملت الباقي كانت اول واحدة استريحت، قعدت فترة كويسة واستريحت، هبتدي افرد فيها كده لغاية ما املى الصينية. وعايزة اقول لكم ان انا قطعت القطع صغيرة وعملت 4 من كيلو دقيق علشان انا حجم الرخامة عندي صغير، فبعمل الفطير بحجم صغير. وبعد ما فردتها حطيت على وشها كده قشطة، القشطة دي من وش اللبن عادي تقدري تشيليها وتدهنيها على وش الفطاير كده بتكون حلوة قوي. ما عندكيش قشطة ما عندكيش وش اللبن، هتجيبي برضو زبدة وتحطيها على وش الفطاير الفطيرة بعد لما تفرديها بالشكل ده. وبعد كده هندخلها على فرن، طبعا انا بكون وانا شغالة فاتحة الفرن علشان يسخن كويس جدا على درجة حرارة عالية. وبعد كده هبتدي بقى احط الصواني
اللي انا عملتها. ودي كمية الزبدة اللي اتبقت من ال 200 جرام، يعني انا عملت 200 جرام الا 3 مكعبات زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وده الفطير بقى جوه الفرن اول ما ابتدى يعلى كده، حبيت يعني اوريهولكم بالشكل ده. شايفين عالي وشكله جميل ازاي، ولسه كمان لما ياخد لون ويستوي هيبقى اجمل واجمل زي ما شفتوا الصور في الاول. وهنا بعد لما طلعته من الفرن اخد وش واستوى بجد في منتهى الجمال. وعايزه اقول لكم انه هش وطري ورقيق جدا جدا، لدرجه ان انا لما حطيته فوق بعضه بدأ يتكسر من كتر ما انه هو رقيق وهش ومقرمش وطعمه في منتهى الجمال. بجد بجد مش هتقدروا تقاوموه لما تعملوه مرة، هتفضلوا تعملوه في البيت على طول ومش هتشتروه تاني من بره. شايفين شكله جميل ازاي؟ دول اول 2 انا طلعتهم، وطبعا في 2 في الفرن انا سايباهم بعد لما يطلعوا. انا هما كده ال4 انا حطيتهم على بعض. بعد ما طلعوا اهو بالشكل ده هنقدر طبعا زي ما قلت لكم ناكله كده او ناكله مع جبنه حادقه او عسل ابيض او عسل اسمر زي ما احنا حابين. وهوريهولكم دلوقتي كده لما اقطعه. شايفين هش وطري وجميل ازاي ومقرمش من فوق ومن جوه طري، يعني مقرمش من بره وطري من جوه. والرقات بتاعته انا مش عارفه هو باين كده، يعني الرقات بتاعته رقيقه جدا جدا اهو زي ما بنشتريه من بره. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان احنا بنحبه هنا في البيت، يعني خفيف او سمكه مش سميك قوي. فانا بعمل 3 طبقات زي ما قلت لكم في الاول. لو انت حابه تعمليه يعني اتخن شويه بتزودي بقى، بتعملي 4 طبقات 5 طبقات، ده براحتك انت. شايفين طري وهش وجميل في منتهى الجمال بجد. لو جربتوها هيعجبكم جدا جدا جدا. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم يا حبايبي، واتمنى انكم تجربوا الفطير في البيت وتقولوا لي رايكم في التعليقات. واتمنى كمان اللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل اشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصله اشعار بكل جديد. وما تنسوش حبايبي تعملوا شير للفيديو على كل مواقع التواصل الاجتماعي عشان اكبر عدد يستفاد بالوصفه. كمان اللايك مهم جدا زي ما بقول لكم في كل فيديو، وتعليقاتكم جميله. وباي باي.